اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. النهاردة معانا الحلقة 61 من مسلسل كريستال. تعالوا نشوف أحداثها كانت بتتكلم عن ايه. وهنا كانت فاي بتحاول تفتكر ايه اللي حصل لها وايه اللي هي يعني الأجهزة اللي على جسمها دي من ايه. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب لو فيديوهاتي بتعجبكم، ومنتظرة تعليقاتكم الجميلة. وطبعا هنا فاي كانت بتحاول تشوف هي هتاخد حقها ازاي من رحاب وهتنتصر ازاي عليها. وطبعا هنا جواد كان مصدوم من اللي حصل لها، وباسل طبعا كان قلقان وزعلان عليها جدا ان هي تعبانه بالمنظر دوت. وهنا اختها كانت بتحاول تفكرها ايه اللي حصل لها وان هي وقعت، وطبعا بتحاول تقول لها انتي مش فاكره اي حاجه خالص من اللي حصل لك، معقوله؟ وبتحاول تقول لها ان انتي قلتي لعليا ان انتي السبب في موت بابا. وهنا طبعا باسل زعلان ومتضايق جدا عليها، ولما عرفوا ان هي فائت طلعوا يطمنوا عليها. وهنا جواد بيقول لها انتي ازاي تاخدي كميه الادويه دي كلها اللي ظهرت في التحاليل، ازاي تعملي كده؟ فبتقول له انا مش مضطره ان انا ابرر لك اي حاجه تخصني. وباسل رد عليه قال له فعلا هي مش مضطره ان هي تبرر لك اي حاجه من اللي تخصها. طبعا جواد اتحرج هنا ويسابهم ونزل. فعلياء ردت عليها وقالت لها انتي شايفه ان اللي انتي بتعمليه ده كده صح؟ ده طبعا دليل على ان انتي مستهترة وتصرفاتك كلها غلط. وراحت سايباها ونازلة. وهنا كان علياء وجواد كانوا بيتكلموا مع بعض وبيحاولوا يتناقشوا في الموضوع دوت. وطبعا هنا لقوا فاي نازلة وبتحاول تعتذر لعلياء وبتقول لها انا اسفة على اللي حصل، انا فعلا ما كنتش في وعي. بتقول لها وده بقى سببه ايه؟ قالت لها انا كنت تعبانة شوية واخدت من علاج باسل علشان اهدي اعصابي، بس ما كنتش اعرف ان النتيجة هتبقى كده. فجواد قال لها انتي عارفة ان علاج باسل ما ينفعش اي حد ياخده ويستعمله، ازاي اخدتي منه؟ وهنا طبعا باسل بيحاول يرد على علياء ويبرر لها ويقول لها معلش يا اختي ما تزعليش من اللي حصل والموقف اللي دار ما بينا. وطبعا هنا كان بيحاول ياخدها يطلعها اوضتها علشان الدكتور بتاعه كان جه وكان هو رايح للدكتور بتاعه. فقالت له لا سيبها لي انا هطلعها انا. وطبعا دار حوار ما بينها وما بين فاي، وبتقول لها الاستهتار اللي انت فيه ما ينفعش، اللي انت بتعمليه دوت. انت قلتي ان انا قتلت باباكي، انت فعلا كنت في وعيك وانت بتقولي الكلام دوت. فطبعا هي ابتدت تقول لها انتي برضو بتتهربي من الموقف، انتي بتتهربي من اللي حصل، انتي كنتي سبب من الاسباب. فطبعا هنا حصلت ما بينهم مشادات شوية وبعد كده طلعت وسابتها. هنا طبعا هنا طبعا قعدوا يتكلموا. وطبعا هنا هي كانت بتطلب ان التصميم بتاعها يكمل على خير عشان تنزله، كانت بتحاول ترد لها القلم. وهنا كان جواد عند اخوه في القسم بيزوره وكان بيقوله اتصرف، حاول تخرجني من هنا بأي طريقة، اتصرف انت عندك علاقات وعندك ناس وتعرف ناس كتيرة تحاول تخرجني. وهو قال له انا مش هكلم اي حد يخرجك من هنا، انت اللي عملت المشكلة دي لنفسك. وهنا زوجته كانت عايزة تمشي وتسيب البيت وبتتكلم معاها مع حماتها، وحماتها حاولت تستعطفها وتقول لها خليكي معايا لحد اما المحنة دي تعدي وما تسيبنيش لوحدي، انا مش بحب اقعد لوحدي، انا قلقانة وخايفة، خليكي معايا ما تسيبنيش. وطبعا هي قعدت معاها علشان خاطر آه هي طبعا في محنة وفي مشكلة كبيرة جدا. وهنا طبعا طلال بيحاول يدور على الورق الذهب، وبيحاول يدور ويفتش في الأدراج كلها لحد ما وصله. وطبعا هنا ورد شافته فبتقول له ايه ده؟ فبيقول لها تعالي اقول لك هنعمل ايه بالذهب ده. فطبعا هنا اخدته منه وقالت له لا ده هيرجع لاصحابه. وهنا طبعا هي اخدته ورفيق راحت ودته للست بيان واعتذرت لها وقالت لها ان هي
وهنا باسل كان مع الدكتور وكانوا بيتكلموا مع بعض، والدكتور حاسس ان هو في تحسين وفي تحسن جامد جدا في آه، ع- علاج باسل. وطبعا قعد يتكلم معاه وقعد يقوله انت بقيت احسن وانت قوي وشجاع احسن من الاول كتير. وهنا فاي دخلت على رحاب الاوضه وكانت بتتكلم معاها وبتقول لها هو انتي مش عارفه هو انا عرفت عنك كل حاجه، وان انتي السبب في اللي انتي عملتيه فيا. حاولتي تقتليني بدل المره كذا مره، بس الحمد لله ربنا نجاني منك. دلوقتي قدامك حاجة من الاتنين، يا اما اتصل بالشرطة تيجي ويعرفوا كل اللي انت عملتيه معايا، يا اما تمشي من البيت دوت. وهنا جواد كان قاعد مع الدكتور وكان بيتكلم معاه وبيقوله معقولة الأدوية دي تعمل فيها كده؟ هي أخدتها واللي حصل كذا كذا. فطبعا قال له لأ طبعا غلط، هي أخدتها أكيد من غير علمها وده مضر عليها. وهما هنا كانوا بيتعشوا مع بعض، ورحاب دخلت عليهم وقالت لهم قالت لعلياء ان انا مضطرة امشي. فبتقول لها تمشي؟ انتي في وعيك للي انتي بتقوليه دوت؟ قالت لها انا في وعي وغصب عني حصلت لي ظروف ولازم امشي. فبتقول لها ظروف ايه؟ قالت لها لازم ارجع البيت بتاعي، ارجع مكاني لاني انا محتاجة اريح، تعبت. طبعا قعدت تتكلم معاها وفي الاخر قالت لها براحتك، اللي انت عايزاه اعمليه، اتفضلي يلا امشي اطلعي. وطبعا هنا كانت مستغربة ان ورد واقفة وبتبص عليها وبتتكلم معاها. فطبعا هنا كانت فاي فرحانة جدا ومبسوطة باللي بيحصل. وهنا رحاب اخدت شنطة هدومها وجواد قابلها وبيقولها في ايه؟ قالت له لازم امشي. ليه؟ ايه السبب؟ قالت له انا تعبت ولازم ارتاح وامشي. وهنا باسل دخل على علياء لقاها بتاخد برشام، فبيقول لها ايه ده؟ قالت له مهدئ. قال لها لا انت غلط تاخدي البرشام ده، انت حامل، ما ينفعش تاخديه وانت حامل. وهنا فاي وجواد بيتكلموا مع بعض، بيقول لها قولي لي خدتي البرشام ده ليه ومين اللي اداهولك؟ قالت له انا اخدته عشان كنت تعبانه. قال لها لا ما تقنعنيش. وهنا كان مع عليا وبيحاول يقول لها لازم الناس تعرف الحقيقه ولازم ننفصل ولازم يعرفوا ان انتي مش حامل. هنا كان جواد بيتكلم مع عليا وكانت بيقول لها لازم نشوف حل للموضوع دوت ولازم الناس كلها تعرف ان انتي مش حامل. وهنا كانت بتألف الأجندة بتاعتها علشان خاطر تتصل بحد من اللي هي تعرفهم علشان هي محتاجة حد يساعدها في البيت. وهنا كانت فاي طبعا ابتدت تسمع او تسمعها بتتكلم في التليفون، فحبت تقرب من المكان علشان تسمع هي بتتكلم مع مين او بتتكلم عن ايه. وهنا دخلت لاخواتها وبتتكلم معاهم وهما بيتكلموا مع بعض وبتقول لهم على ان في ايه، وان هي حاسه ان في حاجه غريبه وان عاليه بتعمل حاجه غريبه. فقالوا لها لا مفيش حاجه، عادي جدا، الدنيا طبيعيه. وهنا عاليه كانت مجتمعه بالمجموعه بتاعه الفاشون وكانت بتوريهم التصميم الجديد ليها، وكانوا بيتفقوا مع بعض على الشغل هما مجتمعين. وهنا فاي كانت بتدور على التصميم بتاعها، بتقول انا متأكدة ان هو كان موجود معانا هنا، كان في قلب الفويل دوت بتاع الشغل. فقالوا لها لا مش موجود، فقالت لهم لا احنا عاوزين نكمل شغل. وهنا كانت عالية في نفس الوقت في الاجتماع بتاع شغلها، دي بتحاول تحقق نجاح في شغلها وعالية عاوزة تعدي فاي بمراحل. وطبعا فاي هنا مصممة ان كان التصميم بتاعها موجود وعمالة تدور عليه ومش لاقياه. وهنا وطبعا هنا كانت بيان عندهم في البيت وكانت بتتكلم معاهم وبتحاول طبعا بيحاولوا يصفوا الموضوع والمشكلة اللي ما بينهم وبيعتذروا لبعض علشان خاطر النفوس تصفى. وهنا دخلت فاي ولقيتها موجودة فسلموا على بعض. وطبعا هي داخلة هنا تتكلم مع اخواتها وتقول لهم انا محتاجة حد يعرف يفصل ضروري جدا. فبيان سمعتها وقالت لها انا ممكن اساعدك، انا بعرف افصل وعندي المكنة بتاعت الخياطة كمان الخاصة بيا. قالت لها لأ
مش محتاجاها ان شاء الله، طب نشتغل مع بعض. وفعلا اتفقوا ان هما يشتغلوا مع بعض. وهنا علياء جات لها واحدة علشان خاطر تراعي البيت وتهتم بيه، تبقى مديرة البيت وتشوف طلبات البيت. وهنا في سمعتها بتتكلم معاها ونزلت على السلم بالراحة علشان خاطر تشوفهم بيتكلموا على ايه وبيقولوا ايه. وهنا كانت هي بتسألها على رحاب، وبتقول لها معقولة رحاب مشيت وسابتك؟ معقولة؟ قالت لها اه طبعا عادي طبيعي، ايه المشكلة ليه بتسألي كده؟ وهنا اختها جت وشافتها واقفة على السلم واستغربت ان هي واقفة كده، وجت قدمت لهم العصير. وفاي نزلت عدت من جنبهم كده وورتهم نفسها وراحت سايبهم وماشية، وقدمت لهم العصير وقالت لها خلي بالك العصير ده موالح، والموالح غلط على الحمل، انا قلت اعرفك. فهنا مديرة المنزل الجديدة سمعتها وقالت لها انتي حامل، مبروك بجد انا فرحانة ان انتي حامل، بس ازاي رحاب تمشي وتسيبك وانتي حامل كده؟ فطبعا بتقول لها عادي ايه المشكلة يعني ان هي تمشي وتسيبني وانا حامل. وهنا كانت اختها دخلت لها وبيتكلموا مع بعض وبيشوفوا ايه، وقعدوا يتناقشوا ويتكلموا مع بعض شوية. وهنا كنا وصلنا لاخر الحلقة بتاعتنا، وانتظروني في فيديو جديد، وان شاء الله في اكون عند حسن ظنكم. وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب لمنوعات كوكي. وانتظر تعليقاتكم الجميلة لو طريقتي في الشرح عجباكم، او لو محتاجيني اطور من نفسي شوية. يا ريت تدعموني بلايك وكومنت حلو كده منكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.